هل نحن في سوريا نحتاج إلى استثمار لبناء الدولة ولا إلى عدالة؟ العدالة انتقالية خلص، ما عاد في عدالة انتقالية، ما عاد في، دمروها خلص، انتهت العدالة الانتقالية. طيب اليوم شو محتاجين حتى نبني الدولة؟ إلى استثمار ولا عدالة؟ هل المستثمر أجنبي قلبه على البلد إنه يبني البلد، ولا قلبه عماله ومصرياته يعبي جيبه ويطلع؟ مين هو قلبه على البلد؟ ابن البلد. فلحتى ابني الدولة اقتصاديا لازم ادعم ابن البلد والطبقة الوسطى حتى تبني الدولة. لحتى اقدر اخلي هذا المواطن يبني الدوله لازم اعطيه حقه العداله والكرامه. طيب اليوم عداله ما في، كرامه ما في، وبنفس الوقت بيجيك وزير الكهرباء وغير وزير الطاقه وغيره وغيراته بيقول لك والله اليوم في عندي مستثمر اجنبي لازم ارفع الاسعار لاجل ارضي المستثمر الاجنبي. اي والشعب مين الشعب؟ الشعب هو اللي اسقط النظام، مو انت يا ابو جماعه، يا جماعتك انت. وعلى فكره جماعته ليش تفتتوا السلام.